اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم يا ربات البيوت، أهلا بربات البيوت اللي الصبر أخد منهم كتير. النهاردة هنتكلم عن أصعب وجع ممكن يمر على قلب كل ربة بيت وكل ابنة. وجع إنك تبصي لأبوكي وأمك وتقولي وحشتني نسختكم القديمة، وحشتني النسخة اللي كانت بتنصح، اللي كانت بتاخد القرارات، اللي كانت واقفة على رجليها ومالية علينا الدنيا. وحشنا الأب اللي كان بيسند وبيسد في أي حوار، والأم اللي كان حضنها هو الأمان المطلق. فجأة الأدوار دي اتقلبت وبقيتي انتي الأم وانتي الأب، وانتي اللي بتوجهي وانتي اللي بتسندي وانتي اللي بتخافي عليهم من نسمة الهوا، بتخافي لا يبردوا، تغطيهم وتلبسيهم هدوم تقيلة. صعب قوي لما تلاقي نفسك وحيدة أو والدتك في العناية بقالها شهر وتبصي لها وتقولي مش هي دي الست اللي كانت واقفة ليكي قدام باب الفصل مستنياكي أو باب المدرسة وبتحاول تساعدك بأي شكل، وبقت دلوقتي محتاجة منك بس لمسة إيد، محتاجة منك انتي بس الحنية، محتاجة تحميها، تخلي بالك عليها وتخافي لا تقع، تناديكي عشان تشربيها أو تناديكي عشان تعدلي لها الإشارب اللي على راسها، أو تناديكي عشان تناوليها منديل لأنها مش قادرة تقوم. أو أب وصل لمرحلة إنه لا حول ولا قوة، مستنيكي تغيري له، مستنيكي تحميه، تحلقي له دقنه، تحلقي له شعره، انتي تناوليه حاجة. بس اسمعي مني، اوعي تزعلي أبدا عن النسخة القديمة اللي راحت، اشبعي دايما من النسخة الجديدة اللي هم وصلوا لها في سن الشيخوخة والعجز، في سن الضعف. اشبعي من النسخة الجديدة دي كمان، حبي ضعفهم زي ما حبوا قوتك، لأن الساعات اللي بتقضيها جنبهم وهم مش حاسين بيكي هي أعظم بر هيتكتب لك في كتابك. بناء على تجارب وخبرات التعامل مع كبار السن، عشان تجتازي المرحلة بتاعتهم، أول حاجة لازم تقبلي النسخة الجديدة، لأن انتي النسخة القديمة اللي ربوكي عليه في النسخة القديمة وهم واقفين على رجليهم وبيدوا قرارات، هي النسخة دي منك انتي اللي هتساعدهم لما يوصلوا لمرحلة العجز والشيخوخة ويبقوا محتاجينلك في كل خطوة، محتاجينلك حتى هم بياكلوا، هم بيستحموا، وهم بيغيروا هدومهم. من حقك تحزني ومن حقك تعيطي، لأنك في الوقت دوت فقدتي السند، لكن ما فقدتيهمش، هم موجودين. الحزن ده مش اعتراض على قضاء ربنا لما بيوصلوا لحالة الشيخوخة والعجز وتقولي ايه ده، فين ابويا وامي؟ دول اطفال وبيوصلوا فعلا ان هم يبقوا اطفال. دي الانسانية. اعتبري ان والدك ووالدتك اللي معاكي دلوقتي هم ولادك الجداد، ولو عندك ولاد 2 بقوا عندك 4. ده هيخفف عنك الصدمة شوية، انهم مش عارفين بس ينصحوكي لكن موجودين قدامك بيضحكوا، بيبقوا فرحانين بان لما بتعملي لهم حاجة هتلاقيه كل ده في نظرة عينيهم. وأي حاجة بتحصل منهم في سن الشيخوخة مفروض ما تاخدهاش على أعصابك، هم وصلوا لسن الأطفال، أطفال كبار شوية. وهنا البر، هنا التحدي، إن هم لما بيوصلوا للسن دوت بيبقوا أطفال، بس أطفال كبار، يعني مش طفل صغير بتشيليه، لكن راجل كبير بتشيليه وأم كبيرة بتشيليها، فبتحسي بالتعب. هو ده البر. وما تنسيش ان في واحد مثلا من الولاد بيشيل اكتر، فده بيبقى ربنا هو اللي اختاره ان كتابه يتكتب فيه اكتر. تاني حاجة ونس الروح. في دراسات كتير بتقول ان مريض الغيبوبة او فاقد الذاكرة او اللي عنده زهايمر بيحس
بحاجات عاطفية، يعني بيحس بيكي. يعني لو مامتك مش سامعاكي بس حاسة بلمسة ايديكي وحاسة بنبرة صوتك الحنينة عليها، كملي اقعدي اتكلمي معاها واحكي، كملي دردشة، لأن روحها بتتونس بيكي. لما تقومي بالمهام النظافة الشخصية لوالدك أو لوالدتك، خليكي حريصة دايما على إنك تستريهم. هما في النسخة القديمة كانوا عزيزي النفس جدا، فحافظي على كرامتهم وصورتهم قدام نفسهم وإنتي بتساعديهم، حتى لو هما مش في كامل وعيهم. بلاش تشخطي، بلاش تزعقي، بلاش تقولي يوه زهقت. خلي بالك هما لما كانوا في النسخة القديمة كان عندهم عزة نفس. افتكري ده كويس. اعتبري المرحلة دي تدريب ليكي. ربنا بيعودك انك تكوني انتي صاحبة القرار، وان انتي لسه تحت ظلهم، لسه موجودين معاكي. وده تمهيد علشان لما يجي وقت الفراق الحقيقي تكوني بقيتي ست قوية بتعرفي تسدي مكانهم، لانك شايلة بيت وزوج واولاد وكمان اهل. مرض الحمل بيبقى تقيل. لو ليكي اخوات وزعوا الادوار، ولو مفيش حاولي تطلبي المساعدة من حد متخصص ان انتي تجيبي حد يساعدك، حتى لو كانت ساعات بسيطة. وممكن تخرجي وتروحي تتفسحي شوية وتسيبيهم مع حد عشان تشحني طاقة وترجعي لهم تاني. ما تلوميش نفسك على التأثير، الشعور ده هيفضل يطاردك دايما، بس افتكري ان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واللي بتعمليه بيبقى فوق طاقة البشر، بس ربنا شايف ومطلع، فما تتضايقيش نفسك. دايما كافئي نفسك على كل حاجة عشان تعرفي تشحني طاقة وتكملي معاهم. ما تبقيش طول الوقت متوترة ومتضايقة. ان شاء الله بكيس شيبسي تاكليه بالليل، كوباية قهوة في الهدوء. دي ما بقتش رفاهية، دي بقت ضرورة عشان تقدري تكملي بر في اليوم اللي بعده وما تتضايقيش منهم. في الآخر يا بنات، احنا أقوياء، وكلنا من صنع الأب والأم دول. وفي الآخر احنا صنيعة أهلنا. النسخة اللي بتسندهم دلوقتي هي النسخة اللي هم تعبوا في تربيتها زمان. يا ربات البيوت، البيوت اللي فيها كبير تعبان هي بيوت مفتوح لها باب من أبواب الجنة. احسنوا الصحبة واشبعوا منهم ومن ريحتهم، وادعوا دايما ربي يرحمهما كما ربياني صغيرا. مش مهم اليوم يخلص، المهم تكوني سيبنا أثر طيب في قلوبهم. مش عايزاكوا تزعقوا لهم. في حاجات كتير قوي هتحصل ممكن تستفزك، ممكن تغير نظام بيتك، ده نغير نظام حياتك. انك تروحي مثلا يومين في الاسبوع، انك تطلعي من الشغل عليهم، ان حد فيهم يجي يقعد عندك. هو على فكرة بتبقي وانتي في وسط الحالة دي فاكرة ان الموضوع هيدوم، لكن الموضوع مش هيدوم، شوية وهيختفوا. ولما هيختفوا هتعومي تعاتبي نفسك مليون مرة لو كنتي زعلتيهم، وهيوحشوكي، وهتتمني يوم من الأيام اللي تعبتي فيها ده يرجع تاني، بس للأسف مش بيرجع. فاشبعوا من أهاليكم، اشبعوا منهم، لأن احنا في الأول وفي الآخر النسخة اللي هم تعبوا في تربيتها. وقولي لي في التعليقات ايه أكتر كلمة وحشتك من النسخة القديمة لبابا وماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.